السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعمل ايه في الإجهاد الحراري ودرجة الحرارة العالية؟ ويوم الأربع اللي جاي درجة الحرارة هتعدي ال40. لو عندك فراخ بالشكل اللي انت شايفه ده وخلاص قربت تطلع او ما قربتش تطلع، الفراخ اللي قدامي دي المفروض تطلع. انا بطلعها كل يوم كده ايه للزبائن بتوعي على حسب اللي عايز. يعني اللي طلعوهم بره دول هيتذبحوا معاهم حاجات تانية من هنا. طيب تعمل ايه لو درجة الحرارة عليت وخلاص فراخك انت مش عارف تهولهم ولا خلاص اجهاد حراري وبدأ الفرخ يفتح بقه؟ انا عايزه اوريكم، بصوا كده اهو بيبقى فاتح بقه وبينهج، فاتح بقه وبينهج. تعمل ايه؟ تعمل 3 حاجات او 4 حاجات. اول حاجه اطفي الانوار عليهم خالص، يعني خليك بنور ربنا، ما تحطش اضاءه خالص، اطفي الانوار. تاني حاجه حاول في الوقت الحر اللي هو يعني قرب اذان العصر، اللي هو من الساعه حوالي 1 الظهر او 2 الظهر لحد ما تبدا الدنيا تطر كده، اللي هو مثلا 6 او 5، يعني من 1 ل5، من 1 ل5 شيل من قدامهم العلف خالص. يعني شايفين العلف ده كله؟ نشيل بقى العلافات دي خالص من الساعه 1 ل5. طب ليه اشيل العلف؟ هما مش هيخسوا؟ لا مش هيخسوا. طب ليه اشيل العلف؟ لان العلف ده مجهود. حضرتك لما بتبقى جعان وبتاكل اكله مش بتحس انك سخنت وعرقت وخلاص مش قادر وضربات قلبك بتزيد وجعان بتاكل، فالفرخه كده برضو، الفرخه زينا لما بتاكل بيبقى ده مجهود. انا كده زودت المجهود، طب انا مش عايزه ازود المجهود عليهم، اعمل ايه؟ اشيل العلف. طب اشيل الميه؟ لا طبعا ما تشيلش الميه دي مهمه جدا. امال هعمل ايه؟ الميه دي بقى عندك يا تحط فيها برشامه ريفو، يا تحط فيها كالسيوم، تجيب كالسيوم من الصيدليه البشريه او من الصيدليه البيطريه، يا تحط فيها عرق سوس. تنقع كده عرق سوس وتحط 10 سم من العرق سوس في قلب الميه. ده بالنسبه لايه؟ للفراخ البيضاء عشان النهجان، لحد بس ما تعدي الازمه بتاعت ايه؟ أزمة الإجهاد الحراري ودرجة الحرارة الزايدة قوي دي اللي احنا هنتعرض ليها. وخد بالك إن درجة الحرارة دي جاية لنا كتير، يعني احنا داخلين على فصل الصيف، فالإجهاد الحراري هيجي. أبطل فراخ؟ لا ما تبطلش طبعا، ده مشروعك، ما تبطلش، يعني أكل عيشك هتبطله. بس اعمل الحاجات دي، اطفي اللمبة في الأوقات اللي هي الحر قوي دي. شيلي العلف من 1 ل5، من 1 الظهر لحد 5. شيلي العلف خالص وما تخافش مش هيحصل حاجه. الميه هتحطي فيها كالسيوم، او هتحطي فيها، او خدوا بالكم مش الاثنين، او هتحطي فيها برشامه ريفو، او هتحطي فيها عرق سوس. وممكن تجيب بخاخه كده فيها ميه وترش على وش الفراخ. وطبعا ما تكترش الحاجه في الدور، يعني انا عندي دور بطاريه اهو، دي بطاريه جامبو بتاخد من 20 ل 25 فرخ في البطاريه، طبعا كبار بالشكل ده. ما تحطش حضرتك 25، ويا ريت ما تحطش 20، ممكن تقللهم شويه 19 18. خلي فيه تهويه، خلي بين الفرخ والفرخ يكون فيه تهويه، خلي يكون فيه مصدر هواء مش مباشر على الفراخ. يعني ممكن تكون مروحه متوجهه في الحيطه، متوجهه بعيد عن الفراخ خالص، باب مفتوح، شباك يكون عالي جدا مفتوح. ساعد فراخك ان هي تعدي على خير وما تخسرش حاجه وما يحصلش اي اجهاد حراري، لان الاجهاد الحراري باللحظه والتانيه الفرخه بتبقى قدامك سوبر كده، تاني يوم على طول بتلاقي الفرخه مقلوبه على ظهرها، اجهاد حراري خلاص جابت اخرها. تمام، وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، وان شاء الله هتعدي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.